عندي تساؤل لكم سيد الوزير العدل، هل أعطيتم شيء من صلاحيات وزارة العدل إلى وزارة الاتصال؟ هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشة التلفزيون؟ منذ متى يحاكم الجزائري في نشرة الثامنة؟ بالعودة بين قوسين إلى قضية بروفيسور بلغيث، وإن كان الآراء الأكاديمية ليست في الأصل مكانها المحاكم لتقييمها، وعلى فرض أنه أخطأ، هل العدالة الجهة الوحيدة المخولة لمحاكمته وليس شاشات التلفزيون؟ من أعطى الحق لكاتب تقرير تلفزيوني في نشرة الثامنة أن يصفه ويحكم عليه أمام الملايين من الجزائريين بتلك الطريقة؟ بمثل هذه المقاربات الإعلامية وكأننا نصب الزيت على النار، عوض أن نطفوها نشعلوها. تلفزيون رسمي ملك لكل الجزائريين، تقريره للأسف أظهر البلاد وهي ليست كذلك، الجزائر وما أدراك ما الجزائر، وكأنها بلد يهتز هش بسبب تصريح تلفزيوني أو هوش. أمر ليس تفضل. ونحن للأسف لسنا كذلك. الجزائر أكبر من أن يهز هذا التصريح، أكبر من أن يهز هوشة فيسبوكية. لهذا يجب مراجعة السياسة الإعلامية للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها، خاصة الموجه للجزائريين، لأنه بأداء كذلك لا يمكن التعويل عليه في ظروف استثنائية قد تمر بها البلاد لا قدر الله. إلى وزير الاتصال، شفت سيدك كيف يهدر؟ شفت سيدك كيف يهدر؟ ولكن أحد النواب اتهم ظلما وعدوانا التلفزة الوطنية وقال كلاما قبيحا، وكان في ذات السياق جاهلا. هذاك النائب إذا كنت تشتم فيه توزير الاتصال، وزير الاتصال تشتم النائب، احنا درناه ثم راك تشتم في الشعب، راك تشتم في الشعب يا وزير الاتصال، راك تشتم في الشعب ونخليهم يتصنتوا. هو وش قال وانت واش قلت؟ على اني قلت لك قلت هذه الكلمات الاولين، قلت لك سمعت سيدك؟ سمعته ولا ما سمعتوش؟ تصنت سيدك كيف هذا؟ هذاك سيدك هذا ماهوش وزير بصح، سيدك كيف يهدر بالظرافة وكيف يهدر بالشعب الجزائري وكيف يهدر عن الدولة وكيف يهدر، وانت جيتي تسب، سبيتنا كاع، حنا سبيتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.